هذا الجبل جبل كجر. هاي السلسله الجبليه جبل كجر. كانه يروح البنجوي، جبال البنجوي باتجاه سير صالح. وهاي المنطقه حسب ما يقول الاخ ابو بلال هي منطقه شوارته، بس ركز عليها علي. منطقه شوارته صح ابو بلال؟ هاي المنطقه شوارته. هاي المنطقه شوارته، السلسله الجبليه شوارته حسب ما يقول الاخ ابو بلال. وهاي منطقه ماو. هذا المكان صاعدين عليه، هذا المكان صاعدين عليه هو ازمر. وهذا المقابلنا بئر ام قرون. هذا بئر ام قرون صوره، هاي بئر ام قرون. وهاي المنطقه السليمانيه اللي هسه خلف السياره لا تقدر تروح. هذا اللي امامكم هو جبل كجل اللي معروف سابقا جبل كجل. هذا نهايه جبل كجل لحد هاي القمه الصغيره. هاي هو جبل كجل. وطبعا جبل كجل لو تنزلون للجوجل يمتد منطقة وعرة، يتجه باتجاه بنجوين ويتجه باتجاه هرزلة غاية سيد صادق بهاي المنطقة الوعرة. وهذا المكان هذا هسه الأمامنا هي تشوارته. هسه هاي المنطقة هاي تشوارته، هاي حاليا تشوارته وجواها قرشولان. وهاي سلسلة ماوت، مجموعة حوض ماوت اللي راح نصورها لاحقا. وهذا الواقفين عليه احنا حاليا هو هذا حاليا اللي واقفين عليه احنا هو ازمر، هو الفاصل بين كجل ومجموعة شوارتومات وبين منطقة السليمانية هاي اللي واضح هسه بالافق رداق. وهذا هو بئر ام قرون. هذا الجبل بئر ام قرون. هاي المنطقة شوفوها. هاي المنطقة الوعرة هي أزمر، معناها يعني أزمر هو الخط الفاصل بين ماوت وبين شوارته وبين مجموعة كجل وبين منطقة السليماني يعني باختصار. وبكرة إن شاء الله نكمل على ماوت. هاي الواضحة السلسلة مالته من بعيد لأن منها ممنوع واحد يروح عليه. بكرة إن شاء الله نكمل. هاي واضحة بالعيد. شكرا. اسمها منطقة شاخسور. هاي طبعا المنطقة موجودة من زمان يعني مو منطقة مستحدثة. وهذا الاختلاف اللي بيها هذا الطريق جديد وهذا كان الطريق القديم، كان طريق سايد واحد. طبعا هاي المنطقة سابقا طبعا هذا الجبل اللي ورانا اسمه دابان هلاج. دابان هلاج اللي احنا نسميه بلهجتنا نسميه هالقان سابقا. ماوت بهذا الجهة. قبل 36 سنة إلا 26 يوم مر من هذا الطريق أعظم جيل تاريخ العراق. كان جيل مظلوم وتعرض لأبشع أنواع الجزر والقتل، وتوجه القدر المحتوم بدون ما يلتفت للخلف، وهو يعرف كل الزين بأن المهمة صعبة والهدف مستحيل. هذا الطريق هو الطريق اللي ياخذك الموت، وانت بمنتصف الطريق بوسط المسافة بين موت ومنعطف شوارته على اليمين وبين سلسلة أزمر اللي تمشي وياك على طول الطريق إلى موت. راح تلوح بالأفق البعيد على جهة اليسار قمة باندورا. راح تشعر برعشة تهز جسمك هز، وكأنه تعرضت لصعقة كهربائية وانت غافل.
فتلزم راسك وتتوسل الذاكرة حتى تدليك على الطرق القديمة والدلالات القديمة، وانت تتلفت يمين ويسار وتدار دموعك، ومهما حاولت تحبس دموعك فما راح تقدر، وراح توقع دموعك بلا حرج. 36 سنة إلا 26 يوم كانت كافية بتغيير كل شيء، البشر والشجر والحجر والمنطقة تغيرت ملامحها بشكل غريب، وما بقى من تلك المكانات بس رؤوس الجبال واسماء الشهداء المدفونة على السفوح بلا شواهد. الطريق إلى موت حيث يرقد الأصدقاء، طول الطريق 60 كيلومتر، المسافة بيننا وبين الشهداء 36 عام، والشعور مؤلم للغاية.